يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تعالوا بقى نشوف سلسلة من سلسلة كذب الجفري. أول كذبة، حديث في أبي داود: خيار الأمراء الذين يقفون على أبواب العلماء، وشرار العلماء الذين يقفون على أبواب الأمراء. مش موجود في أبو داود. تاني كذبة، لكن مهمة المحبة التي حركته لم تنتهي. يقول: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فيما رواه الحاكم وغيره. مش موجود في الحاكم. ثالث كذبة، وتساءل الصحابة أين ندفن رسول الله، فمنهم من قال في البقيع. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن بعض الصحابة قالوا ندفنه عند منبره، أي في مسجده. مش موجود في صحيح مسلم، ونتحدى ان هو يطلعه. رابع كذبة للحديث الوارد في الطبراني: من قال من صلى علي بعد عصر الجمعة 40 صلاة أو 40 مرة وغفرت له ذنوب 80 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله. مش موجودة في الطبراني. خامس كذبة، آثار النبي نكسرها. ممنوع تتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك 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 شرك، عجيب. شرك 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 يا جماعة. سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا لا لا، تهور. عجيب. طيب، كالعادة الكذبة الخامسة مش موجودة في البخاري، واحنا بنتحدى ان هو يطلعها من البخاري، الا اذا كان عنده هو نسخة غير صحيح البخاري اللي موجودة عند كل المسلمين.